ناهد الضبع بتقول صيانه الجواز والحدود في العلاقات، دي من المواضيع اللي كانت نفسها ان احنا نتكلم فيها. بصراحه موضوع مهم جدا يا ناهد. عايزه اقول لك عواميد اساسيه لما نيجي نصون الجواز، وممكن في حلقات تانية نبقى نتكلم عنهم بالتفصيل. عندنا البيت ده، الجواز ده بيبقى عامل زي البيت واقف على عواميد. ايه هي العواميد الاساسيه للجواز؟ ودايما لما عمود منهم بيبوظ غالبا بياخد البيت لتحت، بيميل كده. فالعمود الاولاني هو عمود التواصل، لازم اتاكد ان في تواصل ناجح بيني وبين شريك الحياه. العمود الثاني ازاي نتخانق، طبيعي ان احنا هنختلف، فازاي نختلف ده فن، وده عمود اساسي جدا في الجواز. العمود الثالث انا فيا ايه، يا ترى انا كانسان عندي ضغوطات في حياتي متقلاني قوي وتعباني قوي، عندي في الشغل وضع صعب قوي، عندي ظروف صحيه محتاج قوي ان انت تظبط نفسك لوحدك بعيد عن العلاقه. العمود الرابع الفلوس وعلاقتنا بالفلوس ومصاريفنا، وده برضو حاجة مهمة جدا محتاجين نراجعها. العمود اللي بعده هو عمود العلاقة الحميمة، السكس. يا ترى السكس ايه اخباره؟ السكس ده من الحاجات المهمة جدا اللي بنسميها الصمغ بتاع العلاقة، هو اللي بيخلي العلاقة يبقى دايما فيها دفى. العمود اللي بعده هو عمود الادوار، يا ترى مين بيعمل ايه في البيت ودوره ايه. العمود الاخير عمود المبادئ الروحيه او المبادئ الدينيه، يا ترى انا وشريك حياتي متفقين على نفس المبادئ، ولا انا شايف ان اللي هي بتعمله ده حرام، ولا انا شايفاه ان هو كافر. يا ترى احنا الاثنين متفقين على شكل مناسب لينا احنا الاثنين في الامور الروحيه. دي اهم عواميد. طبعا في عمود مهم جدا للي عنده اولاد اللي هو ليه علاقه بالتربيه كمان. دي اهم عواميد. فبشجع كل حد عايز يصون جوازه انه يقرا او انه يستف كده العواميد عشان يعرف المشكله جايه له منين.